السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المتابعين الكرام، معكم إسلام من قناة إسلام ديزاد. اليوم إن شاء الله بحول الله تعالى جلبت لكم موهبة جزائرية قادمة بقوة، وبهذا صدد أتحدث عن إسماعيل سعيداني سانشيز، لاعب يبلغ من العمر 15 سنة ولكنه يلعب في فئة أقل من 17 لفريق أتلتيكو بيلباو. يعني أنت عمرك 15 سنة وتلعب في فئة الأقل من 17 سنة، حتما أنت تملك مستوى عالي جدا. الأمر الذي يميز إسماعيل سعيداني هو أنه لاعب قناص ويسجل العديد من الأهداف، حيث أنه لعب 15 مباراة وسجل 15 هدف، أي بمعدل هدف في كل مباراة، وهذا ما يبرز إمكانياته الخرافية. والأمر المفرح هو أن اللاعب سعيداني كان قد عبر عن استعداده للعب مع المنتخب الوطني الجزائري، حيث صرح قائلا: لقد قمت بموسم جيد جدا، لقد شاركت في 15 مباراة وتمكنت من تسجيل 15 هدف قبل تعرضي للإصابة. نعم، تلقى والدي اتصال من الاتحادية الجزائرية في بداية الموسم، لم يكن المدرب بل شخص من الاتحادية، ومنذ ذلك الوقت لم أتلقى استدعاء لأي تربص. من المؤسف إقصاء المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة، وكنت أتمنى اللعب مع المنتخب وأتمنى أن يحدث ذلك مستقبلا. من الواضح أن هذا اللاعب حاليا مصاب، يعني متعرض لإصابة، لذلك ربما لم يتم استدعائه للفئة السنية. صراحة أتمنى أن يتم استدعاء هذا اللاعب مستقبلا، لأنه يملك إمكانيات كبيرة، وللعلم أنه من مواليد 2008. وبالنسبة لأصول اللاعب، هذا اللاعب يمتلك أصول جزائرية ودومينيكانية وإسبانية، يعني بإمكانه أن يمثل 3 منتخبات، وحاليا هو مهتم بتمثيل المنتخب الوطني الجزائري. إذا أعزائي المتابعين الكرام، هذا ما كان في جعبة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وفي أمان الله.